والسنين اللي فاتت دي كلها كان جوزي واخد باله منهم كلهم. دلوقتي بقى بيعمل نفسه بطل ومهتم بيهم كلهم. انا عايزه اعرف رايكم عشان اعرف انا صح ولا غلط. دلوقتي انا متجوزه مهندس عنده شركه كبيره جدا فيها حوالي 45 موظف، والحمد لله عايشين كويس جدا من 20 سنه. عندنا 3 بنات وولدين. جوزي اخوه عنده 50 سنه، دكتور عيون كبير جدا ومعروف، وغير بقى ان هو بيشتغل دكتور عنده مصادر دخل متعدده كتير جدا. الراجل ده بحس انه عايش وعنده 20 سنه، بحس ان هو عيل قوي، وانا اصلا ماليش دعوه بيه، لكن قريب جدا من عيلي وده شيء مضايقني جدا. ابني الصغير عايز يدخل كلية الطب علشان يبقى زيه، والتاني بيذاكر ليل نهار عشان يبقى رجل أعمال زيه، والبنات بقى بتحبه بشكل مش طبيعي، ومشغلهم عنده كمان في الشركات بتاعته. أنا مش عارفة هو قريب قوي كده ليه من عيلي. من 5 سنين كده اشترى فيلا كبيرة وجاب أهله فيها كلهم اللي كانوا ساكنين في العمارة معايا، والسنين اللي فاتت دي كلها كان جوزي واخد باله منهم كلهم. دلوقتي بقى بيعمل نفسه بطل ومهتم بيهم كلهم، وكل اسبوعين لازم يكون بقى في عزومه للعيله في الفيلا عنده ويلمهم كلهم حواليه. انا بقى معرفش ايه اللي ورا الراجل ده. جوزي سايبه عادي كده. البنات لما تيجي تخرج مع اصحابها تكلمه عشان يخرج معاهم، والولاد نفس الكلام، وهو عايش دور العيال قوي، ولبسه شبابي قوي وعربيات مش بتاعت سنه. وفي الاخر جدتهم بتقول لابني ذاكر واشتغل جامد علشان تبقى زي عمك. طب ليه ما يبقاش زي ابوه؟ ماله ابوه يعني؟ ما هو برضه راجل اعمال وميسور جدا وناجح في شغله. وكل ما احكي لجوزي يقول لي ايه المشكله، عمهم مش عيب. انا بقى قلت لجوزي يكلمه ويقول له يبعد عن العيال ويسيبهم في حالهم. جوزي بقى زعل جدا من الكلام ده وقلب عليا، وكذا مرة أقول للعيال ملكوش دعوة بيه يزعلوا مني جدا، يقولوا لنا يا ماما ده عمنا، إيه المشكلة لما يبقى قريب مننا؟ أنا بصراحة متضايقة من الموضوع ده جدا. يعني بدل ما يبقى أبوهم قدوة ليهم يبقى عمهم هو اللي قدوة ليهم، وكل الناس تقول خليكوا زي عمكوا وذاكروا وانجحوا عشان تبقى زي عمكوا، ليه ما يبقوش زي أبوهم؟ دلوقتي بقى الكل زعلان مني علشان أنا بطلب إن عمهم يبعد عنهم شوية. هل كده أنا غلط ولا صح؟ والله انا شايفه ان انتي مكبره الموضوع زياده حبتين. ايه المشكله يعني لما يبقى عمهم قدوه ليهم؟ ايه المشكله يبقى المثل الاعلى ليهم؟ ايه المشكله لما ينزل لسنهم ويخرج ويروح ويجي معاهم؟ يمكن هو عشان ما اتجوزش مثلا فمعتبرهم ان هم ولاده وعايز يعيش الاحساس ده. انت مش من حقك انك تطلبي ان العم يبعد عن الولاد لمجرد ان هو قريب منهم وناجح. طالما مفيش اي تصرف واضح فيه تجاوز او تأثير سلبي عليهم يبقى الافضل تسيبي الدنيا ماشية زي ما هي، او ممكن تتكلمي مع جوزك بهدوء. مشكلتك مش في العم نفسه لكن في المقارنات المستمرة، وفي ان الولاد بقوا شايفينه النموذج الوحيد للنجاح. وكمان بدل ما تقولي لجوزك خليه يبعد عن العيال، قولي له انا عايزه علاقتهم بعمهم تفضل حلوه، بس عايزه احنا برضو نكون موجودين في الصوره، ومش عايزه حد يقارنهم بيه طول الوقت. وده في رأيي حل أهدى وأذكى، لأن قطع العلاقة دلوقتي ممكن يعمل مشكلة كبيرة جدا داخل العيلة من غير سبب. لكن وضع حدود طبيعية مع الحفاظ على صلة الرحم هو الأفضل. والأهم بقى إن انت تراقبي تصرفات عمهم وتأثيره الحقيقي عليهم، مش مجرد أسلوب حياته أو لبسه أو عربياته. انتوا بقى ايه رأيكم بقى؟ هل هي ليها حق إن هي تزعل، ولا الموضوع ده طبيعي وعادي جدا؟ مستني أعرف رأيكم في التعليقات، واستنوني إن شاء الله الحلقة الجاية في مشكلة جديدة. سلام عليكم.